أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونتوب إليه توبة النادمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة ندخرها ليوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعلى من سلك السبيل واقتفى الأثر إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوة الأعزاء، معشر الوجوه الحاضرة الطاهرة المتوضئة وعمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه البقعة الندية وفي هذه الروضة الزكية من بيت الله عز وجل، ونسأل الله العظيم الحليم رب العرش العظيم أن ينظر إلينا الآن فيرحمنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا ربي ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء، نعوذ بك اللهم من عضال الداء ومن شماتة الأعداء. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تعطينا سؤلنا على الوجه الذي يرضيك عنا. حديثي إليكم أيها الأحباب الكرام في هذه الجمعة المباركة، أقف بكم عند حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عباراته قليلة لكن فوائده وفضائله جليلة، لا لشيء إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أو من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم. قال أوتيت جوامع الكلم، يعني يقدر النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة موجزة بكلمة مقتضبة بشطر من الحديث أو من الكلام تجد يعني معان غزيرة، وتجد بحرا لا ساحل له من الفضائل ومن الخيرات الكامنة في هذا الحديث، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث على كل حال رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخياركم. هذه أسماء الله يرضى عنها قالت: سمعت النبي يقول: ألا أخبركم أو هل أخبركم بخياركم، يعني بأفاضلكم وبأحاسنكم، راني خبركم بالمليح فيكم والزين فيكم والباهي فيكم. وهذه على كل حال أيها الأحباب الكرام هي طريقة متكررة في مقال رسول الله أو في تعليم رسول الله أو في تدريس رسول الله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الطريقة أيها الأحباب الكرام التي ابتكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة للتعليم، طريقة يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم لفت الأنظار، يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم شحذ الهمم، يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تذكير الغافل وتنبيه الناس، حتى ماذا؟ حتى يركز، حتى ماذا؟ حتى يتفطن، حتى يفهم مراد الكلام. كثير هي الحالات التي قال فيها النبي مثلا: ألا أخبركم، ألا أنبئكم، ألا أدلكم، هل تعلمون، إني أعلم أقواما، هل رأيتم، أرأيتم. هذه العبارات، هذه الكلمات التي حبكها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أو تدل هذه على ماذا؟ حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وتمام نصحه عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. بعد ما أسأل هذا السؤال ليلفت الأنظار ويرد ذلك الغافل إلى تركيزه وإلى وعيه وإلى رشده: ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب: اسمع، حتى أنت لما سمعت هذه الكلمة ألا أخبركم بخياركم، الآن أنت تتشوق وتتشوف من أجل معرفة ماذا؟ من أجل معرفة الجواب. شكون هو المخير
في أمة الإسلام اللي راح يخبرنا به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قلنا بلى يا رسول الله. قال الحبيب: خياركم من إذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خياركم من إذا رؤوا ذكر الله. كاين صنف من الناس، كاين نوع من الناس، كاين خلق من خلق الله عز وجل لما تشوفوا تتفكر ربي سبحانه، مجرد أن تخزر فيه تتذكر الله وتتفكر الله وتذكر الله، تشوفوا تقول ما شاء الله، تبارك الله، ربي بارك، سبحان الله، ما شاء الله. يعني تذكر ربي ولا تتفكر سيدي ربي سبحانه عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع ومن هذا الصنف. هذا النوع حباهم ربي عز وجل بسمت وبرهبة وبحسن وبأخلاق وبصلاح وبالتزام وبصدق. لما تشوفهم الخليقة، لما العباد يشوفوهم، لما بني آدم يشوفوهم، مباشرة يتفكروا سيدي ربي سبحانه عز وجل. وهذا ما يصطلح عليهم بدعاة من نوع خاص. هم دعاة إلى الله، يعرفوا بربي، يذكروا بربي، يفكروا بربي، لكن ليس في خطبهم ولا في دروسهم ولا في كتبهم ولا في مؤلفاتهم ولا في مجلداتهم، إنما من هيئاتهم. مجرد أنك تشوفوا هذا يا إخواني الكرام حدث معكم ولا لا؟ تشوف واحد يدخل في خاطرك، تشوف واحد تفرح، تتفكر باللي تقول والله سبحان الله، يعني تقول على الأقل هذا يرمز إلى أمر فيه خير، هذا يرمز إلى الصلاح، هذا يرمز إلى الإسلام. تتفكر ربما الجامع، تتفكر ربما حلقة القرآن، تتفكر رمضان، تتفكر فعل الخير، صح؟ تتفكر إصلاح ذات البين، تتفكر أنك وقعت أو جلست معه في مجلس خير، في مجلس نصح، في مجلس إصلاح. وسبحان الله العظيم قلت هؤلاء يصطلح عليهم بدعاة من نوع خاص، أو نسميهم إن صح التعبير نسميهم، وهذا واقع أيها الأحباب الكرام، كثير من الناس أو كثير ممن كانوا في سبيل الغي والتيهان تابوا إلى الله والتزموا وعادوا إلى رحاب الله بمجرد ماذا؟ بمجرد أنهم رأوا أناسا من أهل الصلاح ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، صح ولا لا؟ ما كلمه وما نصحه وما أرشده وما وضح له وما نصحه، إنما مجرد النظر فيه جعله يلتزم، جعله يعود، جعله يرتدع، جعله يأوي إلى رحاب الصلاح وإلى رحاب المساجد، صح ولا لا؟ هذا ما يقال لهم أو ما يسمون به أنهم ماذا؟ أو هذه الخاصية أو هذا النوع من أنواع الدعوة اللي هي تسمى الدعوة بالقدوة الحسنة. الدعوة بالقدوة الحسنة. يشوفوا عباد ربي سبحانه عز وجل يفرحوا به ويحبوا الإسلام ويحبوا الخير ويحبوا الالتزام ويحبوا الطاعة، لمجرد أن الله تبارك وتعالى قذف في قلبه نورا، في وجهه نورا، في سمته نورا، في جلوسه نورا، في حضوره نورا، في كلامه نورا، الناس كي تشوفوا تحبوا. هذا هو المخير عند سيدي ربي، نسأل الله أن يجعلنا منهم. خياركم من إذا رؤي أو رؤوا ذكر الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن المبارك والترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس: يا رسول الله صلوا عليه، من أولياء الله؟ سيدنا النبي سقساوه، قالوا له: شكون هما أولياء ربي؟ أولياء الله الصالحين اللي نسمع بهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم، أولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا له: يا رسول الله، من هم أولياء الله؟ قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذكما لما تشوف واحد وتتفكر به ربي سبحانه، مش تتفكر به المعصية، مش تتفكر به سوءة، مش تتفكر به يعني والعياذ بالله عز وجل مكانا قذرا جمعك فيه أو به فيه، إنما إذا رأيته ذكرت الله. هذاك ولي من أولياء الله عز وجل. ناس صحبتهم ماذا؟ غنيمة. الجلوس معهم يقذف في القلوب النور، ويقذف حتى في الوجوه النور، يقذف فيك القبول وحب الناس واحترام الناس وتقدير الناس.
هذا الناس يا إخواني الكرام صحبتهم غنيمة. وهؤلاء قوم يذكروننا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلوا عليه قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا الناس كي تقعد معاه شبه النبي هذا التشبيه البليغ، قال: جليس الصالح هذا كما اللي رافد المسك، كما اللي يبيع الريحة. قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك نهار اللي تقعد مع واحد يبيع الريحة، يبيع المسك، يبيع العطر، لا تخلو من 3 حالات. شكون اللي هنا يبيع الريحة؟ أكاد ثاني شهر ها يا ودي اللي يبيع الريحة الحاج معليش. هذا اللي يبيع الريحة كي تقعد معاه شوف، إما أن يحذيك كما قال النبي. ما معنى يحذيك؟ يرشك، يكرمك، يعطي لك، يدير لك الريحة. وإما أن تبتاع منه، يا إما يتهلا فيك ويكرمك ويدير لك شوية ريحة كما سيناجير إن شاء الله ربي يطيب ريحته. راه ذبحنا بهذا الريحة معه. من يجيب هذا المصيبة هذا؟ إن شاء الله ربي يبارك فيه. إما أن يحذيك يدير لك، وإما أن تبتاع منه تشري عليه يبيع في الريحة تشري عليه، وإما أن تشتم منه رائحة طيبة. في أسوأ الحالات مش راح تدي تشم منه ريحة زينة. أما نافخ الكير والعياذ بالله، والكير هو قطعة جلدية كانوا يروحون بها النار باش يتشعل النار مليحة وش يدير؟ نعم يروح بها. هذه تسمى تلك القطعة، أو يسمى من يستخدم القطعة بنافخ الكير رفيق السوء أو جليس السوء، الإنسان اللي فيه الشر والعياذ بالله وفيه الضر وفيه المكر. كي تقعد معاه كيما قعدت بحال قعدت مع واحد ينفخ في الكير. قال: إما أن يحرق ثوبك، يا إما يطرش عليك كاش جمرة تجي تلهبك، وإما أن تشتم منه رائحة خبيثة يعني مش راح ينفعك. كذلك النبي ضرب هذا المثل، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وانت خير مع من تبعد. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم من إذا رؤوا ذكر الله. عرفناهم هذا الناس ولا لا؟ عرفناهم ولا لا؟ إن شاء الله نكونوا منهم. اسمع. ثم قال الحبيب: ألا أخبركم بشراركم؟ راح نخبركم بالنوع الثاني: فساقكم، شراركم، أخبثكم، أنجسكم، أقذركم. قلنا: بلى يا رسول الله. اسمعوها مليح. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: شراركم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. 3 صفات فيهم، ورح نوقف عند كل صفة بإذن الله عز وجل. ولعل الصفة البارزة أو الصفة التي سنطيل فيها النفس وتكون موضوع درسنا وخطبتنا هي الصفة الأولى. شرار الخلق من؟ المشاؤون بالنميمة. وش هي النميمة؟ النميمة هي نقل كلام الناس من قوم إلى قوم بغرض الإفساد وبغرض الشر وبغرض الوقيعة. يرفد من عند هذا ويدي لهذوك، يرفد من عند هذا ويدي لهذاك، يجيب من عند هذا ويمد لهذاك. السبب الذي حمله على ذلك الدافع. السبب علاش؟ حتى يفسد، حتى يوقع، حتى يوغر الصدور ويوغر القلوب بالأحقاد وبالعداوات. للأسف الشديد من اتصف بهذه الصفة فقد اتصف بصفة من صفات الكافرين. الكفار من صفاتهم أو من صفاتهم أنهم ماذا؟ يمشون بين الناس بالنميمة. اسمعوا إلى قول الله عز وجل محاكيا أو حاكيا على امرأتي نوح وامرأتي لوط. امرأة نوح وامرأة لوط. شكون يقرأ لي الآية؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال جمهور المفسرين المراد بقول الله عز وجل فخانتاهما أي من خيانتهما لهما أنهما كانتا ماذا؟ يمشين بالنميمة.
ما الصفة نتاع الخيانة نتاعهم اللي وصفها بهم ربي سبحانه عز وجل؟ هذا المرأتان الخبيثتان القذرتان اللتان ذمهما القرآن الكريم كانوا يتعاملوا مع الأزواج نتاعهم بماذا؟ بالنميمة. والنميمة قلت لكم هي نقل كلام ونقل مقال ونقل والعياذ بالله عز وجل أوزار حتى تفسد العلاقة وتفسد العلاقة وحتى والعياذ بالله تنتشر وتعم رائحة الحقد ورائحة الشر بين المتحابين وبين المتآلفين. فكم من بيوتات فرقت، وكم من زوجات طلقت، وكم من علاقات فسدت، وكم من تجارات فسدت، وكم من شراكات عطلت بسبب هذه النميمة، بسبب هذه الصفة الخسيسة اللعينة التي من اتصف بها والعياذ بالله عز وجل فقد اتصف بصفة من صفات الكافرين. بل النمام هو شر الناس بشهادة أفضل الناس. اسمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس. الحديث الأول وش يقول فيه؟ شراركم شكون؟ المشاؤون بالنميمة. الحديث الثاني حديث الصحيحين قال: شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يجي مع هذا يقول له: شوف أنا أحب لك الخير، أنا ناصح أمل لك، أنا والله ما أردت إلا الإصلاح، ويقسم على ذلك، يقسم على كذبه، يقسم على وزره، يقسم على خيانته، على افترائه، على أراجيفه، على نجاساته، على قذاراته، يشهد الله، وهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار. يقول له: اسمع، أنا والله ما ننصح فيك، أنا في الحقيقة نحب لك الخير. يروح الآخر يقول له: اسمع، يا حسرة يا ودي، أنا على بالك وش قال لي، يا حسرة. فوالعياذ بالله عز وجل تجده حاله حال الكرة. شفتوا كرة القدم؟ شفتوا البالون يمشي بين الأرجل، هذوك الجوارة، واحد يرمي الواحد، صح؟ كذلك هذا النمام، يأتي هذا ثم يأتي هذا، يأتي هؤلاء ثم يأتي هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولذلك أيها الأحباب الكرام، أقول لكم أن الله تبارك وتعالى أمرنا ألا نطيعه في كلمة، ولا نستمع إليه في نصيحة، ولا نقبل له بكلمة. هذا النمام لما يجيك أول حاجة ما تطيعوش وما تتبعوش وما تسمعلوش، لأنه هو يأتيك بوجه النصيحة، بوجه المشفق، راه خايف عليك زعما ورحب لك الخير زعما. أروحوا معايا القرآن الكريم، ربي وش قال؟ ولا تطع كل حلاف، شوف الصفة الأولى: حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أروحوا يا إخواني الكرام نشرحوا هذه الكلمات كما شرحوها سيدنا العلماء بعد الصلاة على رسول الله. المقصود بالحلاف: ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف، يحلف بزاف. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يصدق، هو كذاب. إذن يستعمل الأيمان المغلظة حتى يصدقه الناس. هذا ما تطيعوش. لقيت واحد يحلف ويحلف وقاعد يحلف ويجيب لك في الكلام من عند الناس وهو يقسم على ذلك، فهذا والعياذ بالله واجب عليك عدم طاعته تصديقا لقول ربك: ولا تطع كل حلاف مهين. ما معنى مهين؟ مهين يعني ضربت عليه الذلة والمسكنة والمهانة، رغم أنك ربما تجده بهي الطلعة حسن الهيئة، تلقاه لابس مليح ومكسم مليح وداير الريحة مليح، لكن في وجه الذل وفي وجه الرخص وفي وجه المهانة. ليش؟ لأنه نمام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. ما معنى هماز؟ يهمز. الهمز هو النميمة. همز الشيء أي نمى الشيء، يعني أخذ من هذا إلى هذا وأخذ من هذا إلى هذا. هماز مشاء بنميم. ما معنى مشاء بنميم؟ صيغة مبالغة، يعني كثير السعي، كثير المشي، كثير الجري. من اللي نوض الصباح هو كيما الطاكسي، طاكسي موطار مليح. شحال الموطار؟ شحال عنده في السرعة؟ شحال؟ 200. كاين اللي راه عنده 400 ضرب. مشاء بنميم، يروح عند هذا يزيد عند هذا، يروح عند من الحانوت، ومن بعد يروح للامام الجامع، ومن بعد يروح عند الجار هذا، ومن بعد يمشي عند الجار هذا، يمشي عند المعلم، يمشي عند المدير، يدخل عند رئيس المصلحه. تجده يتعب.
يتعب حتى ماذا؟ حتى يصل إلى رغبته الخبيثة وإلى ميولاته النفس القذرة النجسة. مشاء بنميم مناع للخير، يمنع الخير عن نفسه وعن غيره، مشوش، ما يحب الخير لا العمر ولا الغير. تجد والعياذ بالله عز وجل تجده كالحاجز، يمنع الخير عن إخوانه، يمنع الخير عن الفقراء، يمنع الخير عن الناس. اش راك دير انت في الخير؟ يا حسره ما على بالوش اش قالوا. تبني الجامع يا ودي، كيف تبني لهم هذو جامع؟ هذو فيهم يا قالوا يا ودي انت هذا تقري لهم ولادهم، يا حسره قالوا يا ودي انت كيف يا حسره. حتى يمنع الخير عن الناس ويمنع وصول الخير والفضل إلى غيره. مناع للخير معتد، يعني معتد في قوله ومعتد في تزويره ومعتد في ماذا؟ في شهاداته وفي قذفه لغيره. معتد أثيم كثير الإثم، كثير ماذا؟ هذا سيحمل وزر أو أوزار قوم. كاين عائلات ماتوا متنايفين بسبب النميمة، كاين عداوات راها في 40-50 سنة المحاكم عجزت على إصلاحها وعلى والعياذ بالله ماذا؟ يعني ردها بسبب كلمة، بسبب نميمة، بسبب وشاية، بسبب قذف، بسببتك انت خلات البيوت وخلات الأسر وطلقت زوجات. مناع للخير معتد أثيم عتل. ما معنى عتل؟ قلبه ما فيش الرحمة، قلبه قاسي، هو قلبه والحجرة كيف قلبه روشي ما فيه والعياذ بالله. طمس الله على قلبه فلا يرى أو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. الخدمة تاعو هذيك والعياذ بالله يراها فعل خير، يقول لك أنا ندير في الخير، هو نمام. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أرجوكم ركزوا مع هذه الكلمة الأخيرة. أخرها الله عز وجل هذه الكلمة للفت الانتباه. الله تبارك وتعالى جاء كما قال أهل العلم بهذه الكلمة، كلمة زنيم، جاء بها في آخر الآية حتى يلفت النظر إليك باش تركز مليح أنت. لماذا؟ قال أهل العلم ذلك أنه لم يعرف في العرب أنهم كانوا يتعاملون بهذه الصفة الخسيسة. العرب زمان، العرب قبل مجيء الإسلام في الجاهلية ما كانش عندهم حاجة يسموها النميمة، ما كانش النميمة في العرب ما كانش. من اتصف بها وش يسموه؟ من اتصف بالنميمة من كان والعياذ بالله ديدنه إفساد العلاقات بين الناس، يمشي بين الناس بالنميمة. عند العرب هذا، عند العرب ما عندوش أصل، زنيم وليد زينة حشكم لقيط، يشكون في نسبه. ولذلك ربي وش قال؟ عتل بعد ذلك زنيم. شفت؟ ناقل الكلام على وجه الإفساد النمام عند العرب وش موجود، وإن وجد يصنف في خائنة ماذا؟ أبناء الزنا، أبناء الشوارع، ما عندوش أصل. شفتوا؟ أمر خطير يا إخواني الكرام. ولذلك أي صفة أو النمام هذا من اتصف بهذه الصفة فقد اتصف بأي صفة خبيثة خسيسة، ما عندوش، ما فيش الخير. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفات. فتجد أن النمام حاسد، لو كان ما حسدش ما ينقلش الكلام. وتجده حاقد فيه الحقد، وتجده والعياذ بالله ماذا؟ زيد فاسق، وتجده كافر، وتجده ساحر. هذه كامل في النمام. نعم، وسأسوق لكم جملة الأدلة. الأذان تفضل. قلت لكم أيها الأحباب الكرام وأنه من اتصف بصفة النميمة فقد اتصف بجميع الأخلاق السيئة الرديئة الخسيسة. ذلك أن النمام تجده جنديا من جنود إبليس والعياذ بالله عز وجل. النمام أو من كانت مهنته هاته وهو الإفساد بين الأحباب والخلان والإخوان، فهذا يقوم عياذا بالله عز وجل بعمل الشيطان. قال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. الشيطان خدمته أنه يحرش، والنمام عمله التحريش. فالذي يستخدمه ماذا؟ يستخدم لهذا الغرض فقد ماذا؟ عمل إبليس. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري
رحمه الله عز وجل ليقول له يا إمام إن فلان يذكرك بكيت وكيت. جاء ليه قال له يا ودي راه فلان يهضر فيك ويهضر فيك، وانا انسان نحب لك الخير وانا ما نقبلش عليك، ولكن راهم يقولوا فيك. ماذا قال له الحسن البصري؟ قال اولم يجد الشيطان رسولا غيرك؟ قال له ابليس كاع ما لقاش فاكتور، ما لقاش موزع بريد الا انت. كاين اللي راه يخدم فاكتور بصح ما يشفي وزاره الاتصالات، وزاره المواصلات او الاتصالات هذه وين يخدم فاكتور؟ عند ابليس، عند الشيطان. كاين اللي تقول له يا الفاكتور يقول لك عمري ما خدمت فاكتور، والله غير انت فاكتور كبير بصح فاكتور نتاع من؟ نتاع ابليس. او ما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ علاه تجيب لي في الكلام انت؟ علاه تجيب لي في الكلام من عند خويا؟ هدر فيا خليه يهدر، ما تجيبليش انت. علاه جبت لي؟ جبت لي لانه من نم لك نم عليك، والله ما جبت لي الا لانك تحاول تدي من عندي. النمام هذا قاتل يا لطيف، قاتل. لا مش قاتل، ساحر. نروحوا للساحر وما نروحوا للقاتل. ساحر وش دخل السحر في النميمه؟ ارواح. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم ما العضه. شفتوا الطريقه اللي علمنا بها الرسول؟ قال لكم نوريكم ما هو العضه، لفظة جديدة. العضه هكذا ضبطت، هكذا شكلت. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضه المقصود بهذا الكلمة النميمة التي والعياذ بالله تفسد ما بين الناس. أهل اللغة لما فسروا كلمة العضه قالوا العضه السحر، والعاضة هي الساحر، يعني اللي يدير النميمة سحار كبير. ولذلك قال يحيى بن كثير رحمه الله عز وجل كلمة عظيمة في شأن أولئك، قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. بالعكس تلقاه محترف على الساحر. اللي منمام تلقاه احترف راه في أوروبا مش في الجزائر، خلاص خرج من المحل راح للدولي. يفسد النمام في ساعة. النمام هذا أعطي له غير ساعة يفسد لك، واش ما يفسدش الساحر في سنة. والله غير كاين علاقات وكاين روابط وكاين زوجات والله ما طلقوهم بالسحر، ولكن بالنميمة طلقوهم، بالكلام طلقوهم، ديروا لهم السحر وما طلقوش. لكن لما والعياذ بالله دخلوا عليهم من باب النميمة، لأن النمام هذا كما ذكر سادتنا العلماء قال أحدهم إن عمل النمام أخطر من عمل إبليس، أخطر من عمل الشيطان. يا سبحان الله، الخدمة اللي يخدمها النمام هذا أخطر وأكبر وأبشع من خدمة إبليس. ليش؟ قال لك لأن إبليس يوسوس لك. إبليس وين يجيك؟ يجي لهنا يبدأ يتوسوس لك ويوسوس لك، تقدر تأخذ رأيه ولا تقدر تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يروح، صح ولا لا؟ قال لكن النمام إبليس يوسوس لك خفية، أما النمام فيوسوس لك كفاحا على المباشر. يجي لك اسمع ولا حاجة، والله ما نحبكش، أنا قادرك ونحب لك الخير وأنا ناصح، أنا حاب لك الخير والله العظيم، غير راني مشفق عليك. ويبدأ يأتيك بهذا اللسان، يعني يعطيك من طرف لسانه حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يعطيك هذه حلاوة اللسان باش تصدقه. إذن فعله أخطر من عمل الشيطان والعياذ بالله. قلت لكم أن النمام ساحر والنمام قاتل. ولذلك يذكر الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل عن حماد بن سلمة أن رجلا من الأولين أراد أن يبيع عبدا له. بكري كانوا العبيد المماليك يتباعوا في الأسواق، دا واحد العبد كما ندو حنايا الشاة أو البعير باش يباعوا في السوق. لما أراد أن يبيعه قال لي من كان يرغب فيه ويطلبه ويريد شراءه، قال له ما فيه من العيوب إلا عيبا واحدا. قال له هذا الخدام اللي راح نبيعه لك يخدم مليح ويحرث مليح وساجي وقافز وما يرقدش وشاطر، فيه عيب واحد.
العيب تاعو الوحيد أنه نمام. قال رضيت به، اش دخلني أنا في النميمة تاعو؟ أنا يحرث لي ويزرع لي ويسرح لي ويخدم لي ويتهلا لي، وأنا واش دخلني في النميمة تاعو؟ فاشتراه منه وجاء به إلى بيته، ومكث هذا العبد النمام أياما في بيت سيده. اقعد نهارات في الإدارة هذه، اقعد نهارات في الجنان، اقعد نهارات في المؤسسة، اقعد نهارات في الوزين، حط روحه مليح يعني بلاصة روحه وبدأ. فذهب يوما إلى زوجة سيده وراح لها، قال يا سيدتي إن سيدي لا يحبك. قال لها والله غير راجلك ما يبغيكش. قالت ومن أين لك بهذا؟ قال لقد سمعته يريد ويرغب أن يتزوج عليك. راح يبدل المرأة، العتبة راح يحوس يبدلها. وهذا ما تبغضه بنيات حواء. المرأة إذا حبيت تكرهك وتكره مواليك والزريعة نتاعك دور لها في هذا الجهة. قالت إذن وما العمل؟ شوف كيف يدخل. قال أرى يا سيدتي أن تعمدي إلى مذية، يعني تشدي موس، واحلقي من شعر قفاه شعرات لأعمل له سحرا حتى يعود إليك. الرجل راح يروح لغيرك، راح يلقى مرأة. إذا حبيت نسلكوا الحالة واش نديروا؟ روحي كي يرقد نحيلوا شعرات من القافة، يعني منتهى الرقبة، نحيلوا شعرات 10 ولا 15 شعرة بالمقص ولا بالموس، جيبهم لي ونروح نعمل له خدمة، ندير له تيولة، ندير له سحر تاع محبة وجلب، ندير له عمال يولي يبغيك، ونحو المشكلة ونخرجوها له من راسه. المرأة ضعيفة، ديرها ولا ما ديرهاش؟ الأمر يتعلق بعشها، ببيتها، بمكانتها، اديرها. ثم ذهب إلى سيده، كمل معها. راح الرجل قال له اسمع، قال يا سيدي إن زوجتك قد اتخذت خليلا من دونك. قال له راها مدورة القص على واحد الجهة، ومن أجل ذلك تريد أن تتخلص منك، فهي في نيتها أن تقتلك. يا سيدي فتناوم لها. ما معنى تناوم لها؟ قال له كدو على الفراجة، قال عضوانك راقد. وتأكد يا أخويا، كما بعض الناس يجي يقول لك اسمع أنا نقول لك وانت شوف، ربما يحكي لك واحد يقول لك فلان راح داخل الجامع، هو سيدك دخل على نيته، قلت لك ولا ما قلت لكش؟ وتطيح سواسوا. وكثير من الناس ذبحوا بهذه الأفاعيل وبهذه الأباطيل وبهذه النجاسات. خبث، تلقى فيه واحد الخبث. هذا النمام ما يوجد في إبليس ما عندوش الخبث. إبليس يقرأ عنده مدرسة، قلت لكم محترف. الرجل فعلا عمد الرجل يوما إلى فراشه وتظاهر بالرقاد باللي راه راقد. المرأة جابت الموز من الكوزينة، وجات يوم ما جاش تذبحوا منه. هي مسكينة جت تحي شعرات، لكن فقام إليها وأخذ السكين منها وذبحها. فجاء أهلها وذبحوا زوج ابنتهم، وتقاتلت الفئتان أو القبيلتان قتالا شرسا وسالت الدماء. قتال ولا ماهوش قتال ولا ماهوش؟ إذا اللي راه عندك في الجنان، ولا راه عندك في الإدارة، ولا راه في الدار، يا عودي عمي بارك ما ديرناش المشاكل. الله يسترنا. إذا كان راه عندك في المؤسسة ولا في الوزين ولا في الدار ولا غير تخلص منه، قادر يدير لك واش دار للمرأة. إذا نسأل الله السلامة. النمام قاتل، ولذلك أول ما يحرم منهم النمام أنه يحرم من دخول الجنة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قالوا وما القتات يا رسول الله؟ قال النمام موعود بعدم دخول الجنة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، شكون اللي توفى؟ الأخ. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أعظم الله أجوركم وغفر لميتكم وألهمكم جميل الصبر والسلوان، وبشر الصابرين. فلتصبروا ولتحتسبوا. أنا أبلغت أن الرجل دخل إلى غرفة إنعاش وهو يتنفس بصعوبة، لكن الآن بلغنا أنه قد قبض، وهذه بشارة، وهذا نخاله عند الله حسن ختام. الرجل مات محروقا، والمحروق يكون شهيدا، والرجل مات في الجمعة. سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذا الفضل الذي حباه الله عز وجل به. فنسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يلهم إخوانه وزوجته وأولاده وقومه الصبر والسلوان. عظم الله أجوركم الأستاذ أحسن، وبلغ تعازينا للعائلة كبيرهم وصغيرهم، وخاصة الأولاد والبنين والبنات منهم. ونسأل الله عز وجل أن يصب عليهم الصبر صبا، وأن ينزل عليهم شعابيب السلوان والاحتساب. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها. على كل حال، الله تبارك وتعالى حسم في هذه القضية: إنك ميت وإنهم ميت، الكل سيموت، إنما هي أسباب. الرجل تعرض لحروق، هذه الحروق أدت إلى وفاته، فهذا من حسن الختام. وأنتم تعلمون أنه من مات محروقا أو تحت الحرق أو الهدم أو الردم أو الغرق فقد نال الشهادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: الحريق شهيد، الحريق شهيد. نسأل الله أن يجعله في زمرة الشهداء. أيها الأحباب الكرام، ما زال في جعبة كلاما كثيرا، ما زال في الكلام، أو ما زال الكلام متواصل حول هذه الصفة التي والعياذ بالله عز وجل صنفت صاحبها ومن اتصف بها على أنه من شر الخلائق. ألا أخبركم بشراركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: شراركم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. سنقف عند كل لفظة وعند كل قولة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضمن لقاء قادم، فأجدني مضطر أن أتوقف عند هذا الحد أيها الأحباب الكرام. فإن كنت أصبت فمن الله وحده، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. اللهم أصلح أخلاقنا اللهم أحسن أخلاقنا كما حسنت خلقتنا. نسألك أن تجعلنا يا ربنا من عبادك الأنقياء الأصفياء الشرفاء. اللهم أبعد بيننا وبين سيء الأخلاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. عندنا أيها الكرام قبل الختام بعض